كل الناس اللي بيحبوا السلطات هيعرفوا ازاي الاختراع ده حلو قوي، خصوصا لو بتحبوا تاكلوا السلطه كل يوم وتضيفوا عليها حاجات مختلفه كل مره. بس تعالوا اقول لكم الاول بعمل ايه علشان اجهز للسلطه. اول حاجه الورق الاخضر، سواء خس او جرجير او انواع تانية، وده بجهزه من قبل كده او بيكون جاهز من جرين هاوس، بيكون متنضف ومغسول وجاهز على الاكل على طول. وعندهم حاجات لذيذه قوي تنفع لكل نوع سلطه. تاني حاجه بحب اضيف نوعين او 3 خضار، وبحب ازود نوع او نوعين فاكهه، وفي الاخر دريسنج حلو يليق مع الفاكهه والخضار اللي انا حطيتهم. بس كنت باخد وقت في تقطيع الفاكهه واضيفها على الدريسنج، علشان كده عجبتني تتبيله السلطه الجديده من جرين هاوس. تتبيله السلطات موجود فيها فاكهه سواء فراوله او تين او توت مع شويه مكسرات، واللذيذ فيهم انهم كاتبين كل حاجه موجوده، المكونات كلها طبيعيه، اي حاجه ممكن تسبب حساسيه كاتبينها. والتتبيلات دي كلها سيف للاطفال بعد سن سنه. وللناس اللي بتحب الاكل الاسيوي عملوا تتبيله اسيويه للسلطات مظبوطه جدا ومكوناتها كلها طبيعيه. الناس اللي بتحب السلطه وبتغير في مكوناتها كل يوم جربوا تضيفوا التتبيله دي على السلطه، على ميكس الخضار والفاكهه اللي بتحبوه. واستنوا الفيديوهات الجايه، هنعمل سلطات كتير. قولوا لي حبيتوا انهي نوع اكتر، وبالهنا والشفا.